هنجيب الكابوريا بتاعتنا وتعالوا نتكلم شوية عنها. طبعا كلنا عارفين ان في نوعين اتنين من الكابوريا، الكابوريا الذكر والكابوريا الانثى. الكابوريا الانثى هي اللي في ايدي دي، بيبقى العلامة بتاعتها من الظهر الهرم بتاعها عريض شوية. ودي الكابوريا الذكر، الهرم اللي بيبقى في الظهر بيبقى طويل ورفيع بالشكل ده كده. بتفتحيه طبعا وتغسليه كويس جدا تحت الحنفية على قد ما تقدري اكتر من مرة، وتنقعيها في مية وملح وليمون. كمان الفرق بين الذكر والانثى، الذكر رجليها بتبقى مديه على الاورنج شوية، محنية كده زي ما بيقولوا، والذكر بتبقى رجليها زهري. ده كده الفرق ما بين الاتنين. الأنثى العلامة اللي في الظهر بتبقى هرمية عريضة، والذكر هرم طويل رفيع بالشكل ده. كمان الذكر الرجول بتاعته بتبقى على اللون الزهري، الأنثى بتبقى الرجول بتاعتها على اللون الأورنج. أنا بالنسبة لي يعني في ناس بتفضل الكابوريا الأنثى عن الذكر، أنا بالنسبة لي بفضل أي نوع. أهم حاجة وأنت بتشتريها كده تلاقيها تقيلة، معنى إن الكابوريا تقيلة بتبقى ملحمة معاكي. فبقى اللي انت حباه اشتريه، بس اهم حاجه تكون وانت ماسكه الكابوريا كده تكون تقيله معاكي. هنغسلها كويس جدا ونقعها في ميه وملح وليمون. بعد كده نيجي على الطريقه، هترفعي حله على النار فيها 3 معالق من الزيت، هنزل عليهم ببصلايه متوسطه متقطعه، هقلبها كده لحد ما تبقى دبلانه معايا كده وشفافه، تاخد اللون الشفاف. هنزل بمعلقه كبيره هرميه من تتبيله السمك. شوحي بقى تتبيله السمك دي كده مع البصل والزيت بتاعك، وتشمي احلى ريحه طالعه من التتبيله. هنزل بالكابوريا بتاعتي والبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكزبره وكمون، وشويه كده من بهارات السمك وقرن فلفل حامي، وده حسب الرغبه. ونص كوبايه كده من الميه، وهديها بقى تقلبتين. وهنا عرفت ان المعلقه ما تنفعش خالص بالتقليب، بالحله كده ونطقيها زي ما بيقولوا تقلبتين تلاتة. وهدي النار للوسط وغطيها وسيبيها حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق هتكشفي الغطا وتشمي احلى ريحه ممكن تقابلك في حياتك. كابوريا بطريقة سهلة وجميلة، والريحة والطعم في حتة تانية خالص. والصوص اللي نازل منها ده بقى أحلى شوربة سي فود ممكن تشربيها، تحفة. رشة حاجة خضرة بقى ولو إن هي مش محتاجة. وتعالي بقى نفتح ونشوف. طبعا هي سخنة زي ما قلت لك، دي الكابوريا الذكر، بس علشان هي كانت تقيلة فبالتالي ملحمة معايا وبالشكل ده كده. اللهم بارك بألف هنا كده يا رب على حبايبنا. شايفين؟ يا ريت بقى لايك وفولو لو عجبكم الفيديو.